شابة مغربية حرة كتوجه رسالة للمغاربة بخصوص الاستقبال الغريب اللي دارته دولة الإمارات المتحدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. خليكم مع الفيديو وما تنساوش تشاركونا رأيكم بشي تعليق. ولي نوصل واحد الرساله لجميع المغاربه الا تقبلوها من عند بنت بلادهم، بحيث حنا راه عندنا واحد العقده ديال بعضياتنا. تخيلوا معايا كون كانت المملكه المغربيه الشريفه هي اللي دارت هذا الاستقبال للرئيس الامريكي دونالد ترامب، وجبنا بنوتات صغيورات كيديروا شي رقصه من الرقصات التقليديه ديال المملكه. كره معظم الدول العربيه الشقيقه اللي كنكنوا اليوم جميع الاحترام والتقدير، حنا كره كلهم كيقولوا ام شنطه، شوفوا كيوجدوا ام شنطه للمستقبل، شوفوا ام شنطه المغربيه، شوف. فهنايا كاين واحد المشكل، هنا كاين مشكل خصنا نحلوه مع بعضياتنا. خاصنا نتعلموا نقدروا بعضياتنا ونعطيو الاهميه لبعضياتنا ونحترموا بعضياتنا ونهزوا بعضياتنا ونوقفوا مع بعضياتنا الى اخره. علاش الدول العظمى كامله مثلا امريكا وفرنسا كتلقى المواطنين ديالها كيهزوا بعضياتهم وكيقدروا بعضياتهم ويشوفوا المشاكل ديالهم وما يرضاوش الظلم لبعضياتهم وكذا. علاش حنايا ما نبدلوش هاد العقليه ديال اللي عندنا هنا؟ علاش ديما كنمجدوا البرانيين؟ علاش؟ هذه راه ماشي فتنه، انا لا اقصد الفتنه من هذا الفيديو. حنا كنحترموا جميع الدول العربيه الشقيقه، ولكن حنا دائما كنتعرضوا للظلم. المراه المغربيه كتعرض للظلم. هذوك الفاسدات كاينين بارتو، اون لي تروف بارتو في جميع الدول، الفاسدات والمفسدات.